السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي كتقلبي على افكار سلطه ساهلين وبنان، اليوم جبت لكم 4 ديال السلطات مختلفين غادي يعجبوكم بزاف. دغيا كيوجدوا نزينوا بهم مائده الافطار او السحور بمكونات بسيطه، ولكن كل وحده فيهم عندها مذاق مختلف وطريقه التحضير سهله بزاف. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا السلطه الاخيره اللي جات بنينه بزاف. نبداو على بركة الله بأول سلطة اللي كناخد زلافة ديال لي بات يكونوا مسلوقين. من بعد ما كيتسلقوا كنبردهم بالماء بارد وكندير عليهم شويه الزيت ونخلطهم باش ما يتعجنوش. كنزيد عليهم الخيار اللي منقي ومقطع مربعات صغار، كنسرحهم فوقهم على هاد الطريقه. من بعد كنزيد بصله مشلضه واحد شويه من الفوق، تنزيد مطيشه مقطعه مربعات، ولا عندكم طوماط سوريز من الاحسن قطعوها غير على جوج وزينوا بها. وهنا عندي لافوكا كندير عليها عصره ديال الحامض باش ما يكحلش، وكنخلطو وكنزين به حتى هو من الفوق. من بعد كنزيد المايس، كناخد واحد الزلافه اللي كنصيفها صوص ديال هاد السلطه، فيها معلقه ديال القزبر، معلقه ديال المعدنوس، معلقه ديال المطرد، معلقه ديال الخل الابيض، عندنا 2 معالق كبار ديال المايونيز. هنا فوق لا سلطه غادي ندير الجبن ديال الساندويتش مربعات، وإلا كاين الجبن من الاحسن الجبن قطعوه مربعات وزينوا به. انا ما عنديش، درت غير هذا اللي متوفر عندي. في لاصوص غادي ندوزو درت 2 معالق ديال زيت الزيتون، درت رشه ديال الاعشاب المنسمه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، صافي. وكنخلط هذاك الصوص عندنا حتى كتنسجم مع بعضياتها مزيان. من بعد ما خلطناه مزيان صافي كنزين بالوجه ديال السلطه، كنكبوه بهذا الشكل يعني عشوائي. وإلا بغيتو من بعد تضيفوا كلشي وتخلطوا كلشي وتقدموه في صحن التقديم حتى هي كتجي لذيذه بزاف. حتى هي نجربوها بهذا الشكل. وإلا بغيتو هكا مزوقه هكا بريستيج ممكن ديروها هاد الطريقه هذه. كنزين بشويه ديال الكركاع، شويه ديال الزبيب اللي مغسول، غير واحد معلقه كبيره تزيين فقط، حتى هو كيجي زوين في هاد السلطه. هنا عندي الطون اللي صفيته من الزيت ديالو، كنديرو غير في الوسط فقط. وكنزين ببيضه مسلوقه قسمتها على 4، كندير التزيين بهذا الشكل. وها السلطه ديالنا واجده، كتجي لذيذه بزاف. يعني قد ما قلت لكم ما غاديش نقدر نوصفها حتى تجربوها. انا ماشي من عشاق السلطه، ولكن هادو اللي درت بالضبط عجبوني بزاف. داكشي علاش قلت نشاركهم معكم ونتمنى يعجبوكم ان شاء الله. ونمر الان لتحضير السلطه الثانيه. كناخد الباربه اللي غسلتها مزيان ودرتها تسلق، من بعد قشرتها وقطعتها مربعات. كنزيد عليها شويه ديال البصله مشلضه، كناخد واحد الزلافه اللي كنصيفها صوص ديال هاد السلطه حتى هي، كندير واحد العصره ديال الليمون، تقريبا واحد 2 معالق كبار، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، راس معلقه ديال الكمون اولا نصف معلقه صغيره، والزيت العود. هنا الماء اللي تسلقت فيه الباربه خديت منه واحد 2 معالق كبار، داكشي علاش قلت لكم غسلوها في الاول عاد ديروها تسلق.
كندير معلقة ديال الربيع والقزبر وثوم بودر معلقة صغيرة، وكنخلط هاد المكونات مزيان وكنكبهم فوق الباربة. صافي من بعد كنخلط كلشي حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد كنزين بشويه ديال البصله اللي مقطعه شرائح رقاق وطوال بحال ما هكا، كنديرهم فقط غير للتزيين، عندنا فيها البصله مشلضه لداخل، وكندير رشه ديال الربيع كتعطي حتى هي منظر زوين بزاف. وهذا هو الشكل الاخير ديالها، كنتمنى تعجبكم. وندوزو الان لتحضير السلطه الثالثه. كناخد بطاطا اللي سلقتها وقشرتها وقطعتها مربعات، كنزيد عليها لافوكا اللي حتى هي مقطعه مربعات. من الاحسن لافوكا تكون مقطعه صغر من البطاطا. كنزيد على المايس، كناخد واحد الزلافه اللي غادي نصايب فيها صوص ديال البطاطا هذه، فيها معلقه ديال القزبر ومعدنوس عامره، شويه ديال زيت الزيتون تقريبا 2 معالق، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، عصره ديال الحامض. انا عندي الحامض فيه الماء، داكشي علاش كنعصرو غير بيدي. الا كانت ناشفه شويه من الاحسن نديرو العصاره. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها. صافي وكنكبها من الفوق. كيف ما كتشوفوا ملي كنخلطوها بحال كتقال لينا شويه، كتولي شويه كريميه هاد الخلطه هذه، وكتجي لذيذه بزاف مع البطاطا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وندوزو الان لتحضير السلطه الرابعه. كناخد بطاطا اللي حتى هي سلقتها وقطعتها مربعات، كنزيد عليها الخس اللي مغسول ومنشف ومقطع، كنزيد عليها خيزو اللي محكوك غليظ شويه ما يكونش رقيق بزاف، بصله مشلضه تكون صغيره، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون تقريبا معلقه صغيره ما عامراش، عصره ديال الحامض، شويه ديال الثوم غبره تقريبا معلقه صغيره ما عامراش، مايس اختياري، بغيتي ديروه ديرو، ما بغيتيش ديرو ما ديروش، انا متوفر عندي درتو. زدت عليه هنا المايونيز تقريبا 2 معالق كبار، حك ديال الطون ما صفيتوش من الزيت كامل، صفيت غير النص ديال الزيت ديالو، خليت النص. هنا عندي معلقه ما عامراش ديال القزبر ومعدنوس. غنقلب كلشي في اناء كبر باش يسهل عليا التخلاط. كنزيد شويه ديال زيت العود، كما كنعرفوا زيت العود كيبغي بطاطا، كيجي معاه زوين بزاف. صافي غادي نخلطوه حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وتنديرهم في واحد الصحن ديال التقديم. كنزيد عليهم الفرماج مربع، عندي فقط ديال السندويتشات، ولكن الا عندكم مربع الاخر ديروه. كنوزعوه على هذا الشكل. بعد كنزيد الزيتون كحل. هاد السلطه حتى هي كتجي رائعه بزاف بحال الاولى. وهذا هو الشكل النهائي. هادو كانوا 4 ديال السلطات ساهلين وبنان، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم في داركم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك للقناه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده ولذيذه. مع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.